بتوسيع اللجنة، بتوسيع اللجنة، ولات لجنة تمثيلية، ولات لجنة تمثيلية لجنة تمثيلية فيها مجلس وفيها هيئة خبراء. وبتوسيع اللجنة هذه جاءت مسألة المجلس التأسيسي. هذوما العمليتان مشاو بالتوازي، تبديل يعني تغيير تمثيل الهيئة وفكرة المجلس التأسيسي. ولينا ماشي المجلس التأسيسي تو هذا يستقر عليه الرأي العام والرأي الحكومي السلطات السياسية، الناس الكل متفقين عليه. هذا طلب شعبي، الشعب هو اللي فرضه على الحكومة، لأن كما تعرفوا الحكومة كانت متجهة في الأول نحو انتخابات رئاسية في ظل الفصل 57 من الدستور، يعني باش يبقى الدستور الحالي قائم الذات وباش نمشيو لانتخابات رئاسية طبقا للفصل 57 من الدستور الحالي. تبين أولا أن الحل هذا غير ممكن، ثانيا أن الشعب يرفض. والشعب في الظروف هذه عنده، وهو الشعب مش في الظروف هذه برك، دائما لازم يبدأ عنده الكلمة الفصل الأخيرة. ولينا ماشيين المجلس التأسيسي، وقال رئيس الجمهورية أعلن أن المجلس التأسيسي هذا لازم يتم الانتخاب بتاعه في 24 جويلية 2011. دوكو شنو هي النتيجة نتاعها؟ النتيجة نتاعها اللي توا المسألة الرئيسية في الساحة السياسية نتاع تونس اليوم ولات مسألة الانتخابات. إذا كان الناس الكل مستقرين على أن احنا باش ننظموا مجلس تأسيسي، مجلس وطني تأسيسي باش يعمل دستور جديد للبلاد، باش تولي المسائل كلها، فهمت، باش تولي مسائل ثانوية ما عدا المسألة الانتخابية. لأن كيفاش باش ننظموه المجلس التأسيسي هذا؟ كيفاش بيقع الانتخاب نتاعو؟ هل يعقل أن يقع الانتخاب نتاعو على أساس المجلة الانتخابية حاليا؟ أبدا، لأن المجلة الانتخابية الحالية كما قلت لكم مجلة ديكتاتورية، نجم نقولوها مجلة استبدادية. ولذا لازمنا نغيروا المجلة الانتخابية ونعوضوها لانتخاب المجلس التأسيسي بقانون جديد، بنص تشريعي جديد لانتخاب خاص، يعني خاص بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وهوني هذا هو اللي قاعدين توا نعملوا من أجله. توا شغلنا الشاغل هو تحضير قانون انتخابي، يكون قانون انتخابي بالمجد، يعني كما تشوفوه انتم في البلاد الأجنبية، واحد منكم في فرنسا، واحد في سويسرا، واحد ما نعرفش وين، باش نكونوا في المستوى هذاك. ما عادش الانتخابات المزيفة والانتخابات المربوحة مسبقا، خاطر كانت الانتخابات عندنا اللي باش يمشي الانتخابات حزب الحاكم لازم يربح، ما فماش اليا بوليتيك، ما فماش خطر، اللي باش يمشي للانتخابات لازم يربح، على ذاك يمشي للانتخابات. يعني فكرة يمكن نكون خاسر ويمكن نكون رابح، وهو مبدأ من مبادئ الديمقراطية. هو فما حزب، حتى الحزب الحاكم يمشي الانتخابات في بلاد ديمقراطية ويمشي رابح، ما يحطش في باله الخسارة ممكنة. هذا يعني تبديل عقلية تامة، فهمت؟ لازم الأحزاب نتاعنا والنخب السياسية نتاعنا تغير تماما الاتجاه السابق، فهمتك؟ الرث هذاك الحالة اللي نمشيو للانتخابات أما تضمن لي الفوز بالانتخابات، ما نمشيش خاسر. هذا لازم. ولذا لازمنا توا نصيغوا قانون انتخابي حقيقي، بمعناه مبني على الشفافية والانتخابات النزيهة. ووقت نقول لكم انتخابات نزيهة هذا ما تعرفوش قداش يترتب عليه من عمليات، يعني au niveau du concret, au niveau du mécanisme électoral, comme les listes électorales, comment on va voter, كيفاش باش نعملوا الحملة الانتخابية، كيفاش باش يكونوا مكاتب الاقتراع, les bureaux de vote, comment définir les circonscriptions électorales et surtout, comment définir le mode de scrutin. هذا هو باش يولي جوهر التفكير نتاعنا، le mode de scrutin. Voilà. Et donc اللجنة هذه توا ولات عندها في أولية الأوليات نتاعها القانون الانتخابي، ثم
ما ننساوش هذايا راهو، خاطر احنا تو في اللجنه عندنا لجان فرعيه لاهيه بالامور هذه باش نذكرها لكم: الحريات العموميه، قانون الجمعيات، قانون الاحزاب، تمويل الاحزاب، قانون الصحافه، القانون الجزائي. وانا يبدو لي هذا مازال ما تذكرش، الناس ناسينه وانا ما فهمتش كيفاش. انا نظن ان اصلاح النمط نتاعنا الاقتصادي والاجتماعي عنده اهميه قد الاصلاح السياسي، وبما فيها العداله الاجتماعيه. وي، انا وقت اللي جاوني الشبان هذوك نتاع قصبه واحد وقصبه اثنين يوم السبت، يقول لي واحد منهم، وناس فريمون نظاف محلاهم الحكايه نتاعهم، يعني هكا كيما معاكم انتوما توا، يعني معقوله يتكلموا. انا بهتوني يعني الواحد نتاعي، ما كنتش نظن باش نمشي هذا الثوار قصبه واحد وقصبه اثنين في التلفزيون نشوفوا فيهم، فهمت شهر هما يغليوا وكذا وكذا. كنت متخيل روحي باش نمشي النار تشعل، مشيت نلقى جو هادئ متحضر، ناس يعني متثقفين، عندهم ما يقولوا شبان، عندهم ما يقولوا، عندهم ابتكار، عندهم قدره اختياريه خارقه للعاده، فهمتوا؟ لذا كي نقولوا ثوره الشبان راهو حقيقه حاجه ايجابيه هذه، راهو ان تكون ثوره الشبان، على خاطر الفكر نتاعهم فكر فتي شاب، فهمت؟ ماهوش دونك كانت فهمت معاهم برشا الحق. كانت عندي لقاء معاهم شيق كيما معاكم انتوما توا. يقول لي واحد منهم، يقول لي توا بربي شخير، عام 62 صاروا مظاهرات واموات والماكينه باقي ماشي. عام 76 وقعوا اموات واحداث واشتباكات بين قوات الامن وكذا، ماتوا العباد والماكينه باقي ماشي. في 84 كيف نفس الشيء، ماتوا توانسه شبان، ومره اخرى يعني حرب تقريبا، فهمت؟ بين الامن وسقطوا ضحايا والماكينه باقي ماشيه. قال لي المره هذه ماذا بينا بعد الاموات والضحايا اللي شفناها ما لقيناش ماكينه تكمل تثبت علينا، وانا كنت متفق معاه. وشنو ايش معناها توا؟ انا نقول لكم بكل صراحه، شنو حاجه بسيطه يفهمها كل مواطن واحد. ايش معناها لازم ما عادش الماكينه؟ ايش معناها؟ معناها لازمنا نرسيو عداله اجتماعيه في البلاد هذه. وانا العداله الاجتماعيه لا ندخل في نظريات فهمت صعبه ونبدا نصعب على عباد ولا حاجه ولا شيء. العداله الاجتماعيه انا تعني شيء واحد، ما يقعدش ولد غني غني وولد فقير فقير. الديتيرمينيزم هذا، الفاتاليزم اللي يجعل من ولد العائله المرموقه والغنيه يصبح غني على خاطر بوه غني، والفقير فهمت العائله الفقيره يقعدوا اولادها فقراء على خاطر ما ينجموش يقريهم، ما ينجموش يداويوهم، ما ينجموش ياكلوهم بالكدا، يعني عايشين فهمت على كل، اذا كان حصل شرب وكلاه في الشهر نتاعو تتسمى حاله هايله. انا طبعا مات هونية، جاني واحد نعرفه بنايم كان يعني من جدو من غير دماغ، ما بيا هكاك في التلفزيون، واحد حزين جاني بنان يخدم بنان، يقول لي يعني يذكر لي في عنده 4 ولا 5 وليدات، خليهم غاديك الدماغ ويجي هو يخدم في تونس على في الشانتيات، ما عندوش خدمه قادره، مره في شانتي هذا مره في شانتي هذا، وساعات يقعد ليش خدمه كي ما يلقاش شكون باهي. جاني قال لي بون حابني نعاون وكل شيء، واحد قلت له باهي شنو اللي نجم نعمل؟ قال لي شو نقول لك؟ تحبني نقول لك؟ عاوني باش اولادي انا بالدخل نتاعي توا لا نجم نلبسهم كما ينبغي ولا نجم نقريهم كما ينبغي، وداير كلهم خرجوا من المكتب، يعني وليدات صغار ما عادش يقراوا خرجوا، لا نجم نوكلهم كما يلزم ولا نجم نداويهم. هذا اللي لازم نحيوه. هذه اللي على خاطر بوك وعائلتك فقيره تقعد انت محكوم بك ان تبقى دائما فقيرا، انت واولادك وربما اولاد اولادك،
واللي الغني لاباس عليه فهمت في عائله لاباس عليها يولي هو لاباس عليه بدون بقطع النظر عن الاستحقاق وعن المواهب نتاعو وعن الخصال نتاعو. هذا هو اللي ما عادش ملزمنا نقبل. هذاك معناها العداله الاجتماعيه ماهيش حاجه سبعه ياسر. Et on n'a pas besoin de lire Karl Marx ni Proudhon pour savoir ce que c'est que la justice sociale. La justice sociale, c'est que le fils de riche, nous ne lui confisquerons pas ses revenus. إذا كان هو محظوظ، احنا ماناش شيوعيين، إذا كان هو محظوظ خليه محظوظ. أما ولد الفقير ما لازموش يقعد فقير على خاطر فقير. Voilà ce qu'il faut remédier. Et il faut donc, معناها nous avons beaucoup de choses à revoir en Tunisie. وقت اللي يقول لي الولد هذا اللي كلمني نهار السبت يقول لي ما لازمهاش الماكينه تكمل، نقول له نعم حق معاه. ما بيناتها لازمنا نفكروا في إعادة وتغيير جذري النظام الجبائي نتاعنا. Nous avons un système fiscal injuste. Ce sont les salariés qui payent l'impôt dans ce pays. Les fortunes, les grandes fortunes ne payent pas d'impôts. Il faut que les riches mettent la main à la poche. وهذا شيء طبيعي، ماهوش حاجة خارقة للعادة. واحد يخدم للوطن نتاعو ويخدم للشعب نتاعو، المستوى نتاع الشعب يعني يطلع، وإذا كان طلع مستوى الشعب هذيك هو ضمن الديمقراطية. ما عادش تولي كالغليان في القلب والقهر، الناس تولي مقهورة. فهمت؟ الكونديسيون سوسيال نتاعهم قهر، هو بيدهم قهر. فهمت؟ كي تشوف الانسان يسكن في دار يعني ماهيش دار في الحقيقه. واحد وقت يسكن في الياجور ماهوش يسكن في دار، سامحني. وقت اللي ما يقريش اولاده ما فماش مستقبل. كيفاش تحبوا هذا القلب نتاعو ما يشفوش؟ ولذا الثوره هذه، فهمت؟ الثوره هذه السبب نتاعها الاول الجهات اللي نسيناهم، les régions de notre territoire qui sont abandonnées, et l'injustice sociale. Et bien entendu les excès du régime. بربي الفقير اللي عايش، اللي حكيت لك عليه، اللي عايش في غرب وقت اللي يشوفك الخزانه اللي تحلت في سيدي بوسعيد والملياردوات هابطين منها، اش تحبوا يخمم بربي هذيك قداش من عائله كنا نجموا نعيشوا بها هاك الفلوس المتطاهره هذيك اللي شفناها بعينينا. نشوفوها عمر جنب حال الواحد. شنو هو هذا؟ والناس هذه البيسينات والمرسيدسات والواحد كله ما نقصوا شويه من الواحد، واحد يعطي من عنده راهو حاجه تنورنا الكل ما فيها. فهمت؟ il faut sensibiliser les gens. Donc il faut refaire notre système fiscal et améliorer la distribution de la richesse nationale. باش ما يقعدش الفقير، ولد الفقير يقعد دائما الفقير الى نهايه حياته، ولد الغني يقعد غني الى نهايه حياته. هذا مش باين. فوالا اللي دور الهيئه هي دور الهيئه هي ولما لا. نعم انا ساقترح وهو كذلك. هذه الامر نسيل العباد، الناس الكل تعال كرامه كرامه كرامه، اقعد عيط 200 سنه كرامه كرامه. ما دامك ما لقيتلهاش الكرامه، ما دامك ما لقيتلهاش ميكانيزم باش تحققها. شنو كرامه؟ كرامه هي كلمه، ولكن الكرامه كيفاش تجي؟ كيفاش؟ قانون. كيما لازم الوليد البنيه اللي في عائله فقيره لازم تلقى كيفاش تشري الكتب نتاعها وكيفاش وتلقى كيفاش تاكل مليح وتبدا شبعانه، ويعني بحيث الامور هذه الكل مش لازم نفصلوها. هذيك هي الكرامه. والكرامه كيفاش؟ نقعد السيد اللي قال لي، الولد اللي قال لي، والله حتى ما نذكرش حتى اسمه نهار السبت، قال لي ما لازمهاش الماكينه تكمل تمشي. من جملتها هذه عندي انا ايش معناها الماكينه؟ لازمنا نعاودوا النظر في النظام الجبائي نتاعنا باش الناس كل تحط ايديها فين كاتبها، باش تنجم الدوله يعني تعاون المعوزين وتعمل اون اندمنيتي ما نعرف شنو دو شومار. هذه انا امور ما تتجاوزني، ما نعرفهاش. ما جو سوي با ان ايكونوميست. لي ايكونوميست ساف ميو كو موا الحكايات هذه ونجموا يفهموها لكم كثير مني. وعندنا عدة كفاءات يعني في الميدان الاقتصادي، في الميدان. أنا عندي عموميات. أنا الحاجة اللي نعرفها الوحيدة اللي المجتمع نتاعنا ماهوش ماشي طبقا للعدالة الاجتماعية، وماهوش مجتمع نتاع إعطاء الكرامة للجميع. هذا اللي نعرف. إبقاء التقنيات يا أخي، جيب المختصين، جيب رجال. أنا راجل قانون، جيب المختصين في الاقتصاد، في المالية، في العلوم المالية إلى غير ذلك، ويتفاهموا بين بعضهم ويبقاو لنا نظام جبائي يعني
يشارك الكل في النمو الاجتماعي وما يخليش هذاك ينحي لنا الفكره نتاع اللي الفقير يقعد فقير، الفقير يقعدوا اولاده فقراء، والغني يقعدوا اولاده اغنياء. هذا ماهوش باهي، هذا لازمنا نتجاوزوه.